انا هي اللي زيرني راجلي باش نشهد شهاده الزهر، ومني ما بغيتش طلقني. الساعه هنا كانت الصدمه قويه بزاف. انا هدى، كبرت انا واختي وماما. الوالد ديالنا متوفي، ما عاقلينش عليه، ما كملتش قرايتي وخرجت منها على اساس انني غنتزوج وندير داري وليداتي. دارنا كانوا على قد الحال بزاف، ناس ما فحالهمش. كنت انا هي الكبيره، والوالده ديالي كانت باغا تزوجني باليوم قبل غدا، حيت راكم عارفين البنت الكبيره هي كتدي الهضره بزاف، امتى غادي تزوج امتى غادي دير دارها. ولكن للاسف ما جابش الله. مشات اعوام وجات اعوام. واحد النهاريات الوالده ديالي كتهضر مع واحد العائله اللي ريحه الشحمه في الشاقور، هضره كتجبد هضرتها، قالت لهم انا راه باغا نزوج بناتي وبغيت نوصل لهم لديور رجالتهم قبل ما نموت، ونخليهم لا اب لا اخ لا عم لا خال، يبقاو وحدانيات. رانا هازه ليهم الهم، ما تصوروش. نقزت واحد السيده من ديك العائله قالت لها واش بالك في ولد فلانه، راها باغا تزوج ولدها وراها ما غتلقاش محسن من بنتك. شوفي خلي هادشي عليا، غوجدي ليا تصويرتها وانا غادي نقضي لك الغرض وبحلاوتي. ماما قالت لها الله يا ودي بحلاوتك واللي بغيتيها غتكون. فعلا عطاتها التصويره ديالي وناضت هي وراتها لموت الولد. موت الولد غير شافتني وانا ندخل لها الخطره، قالت لها هذه ان شاء الله اللي غتكون مرت ولدي. عجباتني. عيطت لنا ديك السيده اللي متدخلينا في الموضوع وقالت لماما وجدي العراضه، راه الناس جايين يخطبوا في بنتك. انا فرحت ونضت وجدت راسي وجدت كاع داكشي اللي غادي يخص. فعلا جاو عندنا ودرنا اليوم داكشي اللي قسم الله. تفاهمنا على كل شيء، وحتى الولد راه انا عجبته، ما حيدش عينيه مني. درنا العرس ومشيت معاهم لدارهم. عشت في دار عدوزتي اللي مخليها لها راجلها كبيره قد الخلا، وهي مسكنه معاها حتى لوسي واحد اخر ومرته. من نهار دخلت لديك الدار وانا عدوزتي مهليه فيا، مر الله عمرها دار. ومنين صاحبت مع مرت لوسي زادت اكدت لي هاد الهضره وقالت لي شوف اختي انا راه معاهم هنا 10 سنين وزياده. عدوزتي مر الله عمرها دار، ومرا دي قورديه معقوله وما كيعجبهاش الحال العوج. نهار ولدها كيدير معايا شي حاجه كتنوض الدور فيه هو. ما نكذبش عليكم، هاد الهضره اللي قالت لي ريحتني بزاف وبزاف، حيت من نهار جيت لعندهم للدار وانا راجلي قليل فاش كيخدم نهار وكيجلس 10 ايام، ما عنده كتاف الخدمه. وكنت هازه واحد الهم ما تصوروش. ولكن ملي سمعت هاد الهضره لعدوزتي ارتاحيت. من نهار سكنت معاهم وهي هازاني من كل شيء، هي اصلا هازه الدار كلها. حملت والحمل زاد ثقال. واحد نهار توجي عندي راجلي قال لي شوفي انا بغيت ندخل مشروع مع واحد السيد، وشنو بالك تمشي عند والده طلبيها ليا وتخليها تبيع شي ارض من دوك الاراضي اللي مخلي لها الوالد، راه حيت كاتبهم كلهم في سميتها. انت ما غاديش تخسر لك خاطر، وراه كنشوفها كتسمع لك وكتهضر معاك. فعلا انا نطس وهضرت مع عدوزتي، كلمه كتجيب كلمه دخلتها في الموضوع. يا خالتي راه راجلي راه باغي يدخل واحد المشروع مع واحد السيد وراه بغاك تعاونيه. قالت لي بنيتي انا ما عندي فلوس. قلت لها لا راه ما كرهناكش تبيعي شي ارض من دوك الاراضي اللي مخلي لك المرحوم. قالت لي شوف بنيتي نجيك من الاخر، انا ولدي وعارفه شنو كيسوى، ماشي كابابل وماشي شي واحد اللي نعول عليه، ولا خدا الفلوس اليوم غدا يجي يقول لك بح. شي يكون جاني ولدي الكبير نعطيهم ليه بعينيا مغمضين، حيت عارفاهم غادي يزيدوا ما غاديش ينقصوا. انا ما خلات ليا ما نقول، مشيت لعند ولدها وعاودت ليه كلشي، ما تقبلش. بدا كيغوت وكيقول لي ولدها مفضله عليا. ولينا من داك النهار وحنا كنفيقوا على المشروع ونعسوا على المشروع. وحتى داك السيد اللي باغي يشارك معاه يوميا كيصدعوا في التليفون، واطلق راسك امتى غتدخل معايا، واطلق راسك امتى غديباني راسك. نوض في راجلي العافيه نخليه ما كينعس لا بالليل لا بالنهار. عدوزتي كان عندها واحد الذهب كتقول لينا نهار نتوفى اللي كتب الله غنخليه لك انت ومرت ولدي الاخرى، انا راه ما عنديش البنات وانتم هما بناتي. واحد النهاريات راجلي جاي من الخدمه مكرفص وموسخ حالته، شافت امو تقول لي مالك وليدي بهاد الحاله، هو يتفرقع عليها قال لك كنت نبقى فيك كره خليتيني درت انا مشروعي بحال الناس، ما تخليش نمشي نترس عند عباد الله. خلاها ودخل البيت كيجا ودخل عليها الباب. مشيت انا باش نتبعو نهدنو، لقيتو كيهضر معاها شريكو في التليفون وقال لي شوف الوالده عندها واحد الصندوق حاطه فيه شي ذهب، غناخذ منه شي حاجه وغنبيعو وغنديباني راسي، غير تسناني وما تدخل مع حتى شي واحد اخر. هنا شريكو قال لي غير جيب الذهب وانا نبيعو لك. انا ملي سمعت ديك الهضره صدمت صدمه عمري، خليتو تسالو ومشيت درت فيه. قلت له واش باغي تسرق امك؟ قال لي وانت عاجبك هاد الحاله اللي حنا عايشين فيها؟ قول راني راه دايرين مشاريع وانا ما باغاش تعاوني. قلت لي شغل هذاك فلوسها هادوك تعطيك اللي ما بغاتش تعطيك هي حره. دار فيا وقال لي هاد الهضره ما نبغيش نعاود نسمعها من عندك، واش انت معايا ولا معاها؟ مشات ايام وجات ايام وولدت على خير، وعدوزتي دارت لي واحد الاسبوع منو ما كان، فرحت بيا وكبرت بيا وهزتني في فتره النفاس ديالي كامله. والله كتسر خيرها ويجازيها. حتى كيجي عندي راجلي وكيصدمني قال لي شوفي رانا استغليت ديك الفوضى اللي كانت وديك قوه الناس وديك دخل وخرج وهزيت لامي شويه ديال الذهب باش ندير بيه المشروع ديالي. قلت لها ويلي ولا امك مشات ساقت ان الذهب ناقص اش غادي دير؟
قال لي الا ناضت كبرت القضيه غتقولي انها مرت خويا انتي شفتيها خارجه من البيت وهازاه. قلت ليه لا ما غنديرش معاك هادشي، انا ما غاديش ندخل لجهنم على قبلك. قال لي ولا ما درتيش غتهزي شريطاتك وديك التربيه ديالك وغتمشي لدار باك، ما عندي ما ندير بك، ما عرفتك واش معايا ولا ضدي. لساني تزيزن وكرمت في بلاصتي، دارت بيا الدنيا، وليت كنصلي بالليل وبالنهار وكنطلب الله وكنقول ليه يا ربي راني ما باغا نظلم حد وما باغا نحط البلا على حتى شي واحد، يا ربي خرجني منها على خير ولقى ليا شي حل. انا باغا نكبر عولدي، ما باغا مشاكل، ما باغا صداع. حتى النهار اللي مو غتخرج من البيت وكتغوت وكتقول ذهبي ما بقاش، ذهبي تشفر. خرجنا كلنا عندها وحنا مخلوعين، وينقز ولدها الكبير قال لها وشكون اللي الوالده غادي يخونك، راه ما دخل عندنا حتى شي واحد براني. راجلي قال لها ونتقلبوا كاملين ما ديرش ما تخافش. مو قالت لها ويلي يا وليدي شنو نقلب ولادي غيخونوني والعيالات ولادي اللي ما عمري ما شفت منهم حتى دوكا خايب. دخل عليا راجلي البيت وقال لي شوفي انا عارفك ما غتقديش تمشي تقولي لا الوالده راك شفتي مرت خويا هي اللي زنت الذهب، هذاك علاش غنمشي نسبقك انا وغنقولها لها ويا ويلك وكحلي لك الا مشيتي كذبتيني وما كاكدتيش هاد الهضره اللي قلت، دار باك راه كتسنى فيك. فعلا مشى لعندها وعاود لها ديك الهضره اللي باغي يقول لها وقال لها لا ما تيقتينيش سولي مرتي راه شافتها وراه ما قدتش تجي تقول لك هاد الهضره. عدوستي قبل ما تاخذ اي اجراء عيطت على عائلتها وباها وخالها وولد خالها وهاد الشيء بلا اخبار مرت لوسي، حتى لقاتهم جالسين في الصالون. قالت لهم عدوستي شوفوا ها اش وقع واش وقع واش وقع، وانا ما بغيت ناخذ حتى شي اجراء ضدها، بغيت نحضركم نتوما وانتم اللي غتقولوا لي اش غندير. باها تصدم وقال لهم انا بنتي ما مربياش على هاد الشيء، وحتى خالها وولد خالها كيشهدوا ليها ان البنت عمرها ما تهز شي حاجه ماشي ديالها. مرت لوسي هنا كتدعي على راسها وكتقول لهم بغيت ربي يطيرني على ولادي ولا لي يصبحني الا هزيت شي حاجه ماشي ديالي. انا كنشوفها وانا كنتالم، كنشوفها في انها مظلومه وما قاداش نهضر. والمصيبه الكبيره ناض راجلي وقال لهم شوفوا حنا ما غاديش نتهموها بالباطل، ها هي مرتي سولوها راه شافت كلشي. انا كنت جبرت الارض كنت شقات وتخشيت فيها، جرني من بلاصتي قدامهم وقال لي نوضي شهدي بالحق. وليت كندور في العينيه وساكته وباها كيقول لي شوفي ما عنده ما يوقع لك، قولي غير الحقيقه، انت راكي عارفه الباطل كيدخل جهنم، تقي وجه الله فينا وفي هاد البنت اللي شاركتي معاها الطعام. شفت حتى عييت وقلت ليها قلت لهم ودي هاد السيده ما دارت حاجه وراه اللي سرق الذهب راه هو راجلي. عدوستي غير سمعت ديك الهضره وثاقت بها، حيت عارفه ولدها اشنو كيسوى. راجلي هنا ديك الساعه قال لي درتي اللي في راسك وسيري كرا مطلقه بالطلاق الثلاث، يلا نوضي جمعي شراوطك وخرجي عليا من دارنا. انا طحت للارض وبديت كنبكي وانا كنشوف راسي فين غادي نمشي وفين غادي نعطيها، واش انا خرجت من دارنا وانا بوحدي وغنرجع لدارنا وانا هازه تربيه في يدي، شكون غيهزني؟ وقلت ربي كبير ربي غيدير ليا تا ولد الخير من عنده. عدوستي هنا قالت ليه فين غادي تمشي انت اللي غادي تجمع صراوتك وتخرج برا. وهنا كانت الصدمه، ناض ولد خال مرت لوسي قال لي شوفي هو طلقك اليوم وغدوزي العده ديالك وغادي نتزوج بك انا. كلشي هنا بقى مصدوم وما فاهمين والو منهم. انا قال لي بحالك بنت الناس ما كاينش بحال هذا الوقت، وحتى انا شحال من عام وانا باغي نتزوج وخايف نطيح فشي وحده اللي تكون ماشي هي هذيك. ولكن هاد اللقطه اللي درتي دابا وانك كتخافي الله وما بغيتيش تبني حياتك على تعاسه وحده اخرى، انا قررت انني نتزوج بك وغادي نربي ديك التربيه اللي عندك بحال مني ضد فيه، لان مرا بحالك محاش واش باقا تلقى في هذا الزمان هذا. عدوستي تصدمات قالت لي شنو هادشي كتقول؟ قال انا كنقول غير الحق، ولدك حقر على البنت وزيرها باش تشهد شهاده الزور وهي خافت من الله وشهدت بشهاده الحق وفي الاخر طلقها. انا مستعد انني نهز هاد البنت حتى نموت، ولدك باعها وانا شريتها. فعلا راجلي طلقني وجمعت حويجاتي ومشيت لدارنا. انا كنت كنقول داك ولد خالت مرت لوسي هذيك راه هضره وقالها ما غاديش يكملها، ولكن طالع عكس ديال هادشي. فعلا جا وخطبني من دارنا وتكاتب معايا وتزوجت بيه، طلع ولد الناس وراجل الله يعمر ليه الدار وراجل ونعم الرجوله. سكنني في داري بوحدي ومكنني ومشربني وما مخصصني من والو، اللي بغيتها كتحضر. وعدوستي قديمه كنتلاقى بها بالمناسبات كنبوسها على راسها ونبوسها على يديها وحتى هي راضيه عليا. اما داك ولدها ما باغا نعرف عليه حتى حاجه، وخا سمعت انها عطاتو الفلوس ومشى دار داكشي اللي قال لي راسو. انا ربي دار لي تا ولدي الخير، حمدت ربي وشكرته على كل حال.